أنا أعطيك مثال بسيط أيمن. يعني أنا اللي حصل لي في المنتخب الوطني الجزائري، تركت المنتخب الوطني الجزائري والناس اللي يشوفوها ويعرفوا الحقيقة بعد مباراة ودية أمام البرتغال في البرتغال، وأنا نحضر في كأس إفريقيا 2019 مباراة ودية، شالوني من الفريق الوطني على خسارة ودية، على مباراة ودية أمام البرتغال. يعني تخسر 3-0 مع البرتغال في البرتغال. إيه؟ يعني غريبة. وفي رمضان، وأي فريق ممكن يخسر النتيجة هذه، حتى منتخب أوروبي يخسر وفي رمضان. يعني تشوف كيف الأمور تمشي. يعني هذه هي المشكلة. هذا هو المشكلة. أنت تحكوا على مباراة ودية، تحكوا عن المدرب من خلال مباراتين، من خلال بطولة واحدة، من خلال 6 أشهر، من خلال سنة. في بعض مدربين تم الاستغناء عنهم قبل ما يلعبوا حتى، يعني يمكن تفضل يعني مباراة ودية هي لا يمكن حسبانها، وبالتالي ما في خطة أو رؤية واضحة لأنه الأهداف، الاستمرار، الاستقرار.